أجرأ سؤال ممكن يتسأل دلوقتي هو الحجاب ضمان؟ يعني لو لبست طرحة تبقى خلاص دخلت الجنة، ولو شعرها باين تبقى خطر على المجتمع؟ قبل ما تهاجمني استحملني للآخر. أنا شفت بعيني 2 صحابي واقفين بيتكلموا عن الجواز، واحد قال للتاني أنا عمري ما أتجوز غير محجبة عشان أضمنها. الجملة عدت عادي عنده، بس وقفت في دماغي. تضمنها؟ هو أنت داخل صفقة؟ هو البنت بقت عربية مستعملة وعايز كتالوج ضمان؟ المشكلة إن الجملة دي مش نادرة، دي تفكير منتشر. بنت محجبة يعني أمان، بنت مش محجبة يعني ريسك. طب هو الأمان بيجي من القماش ولا من الضمير؟ خليني أقول حاجة يمكن تضايق ناس كتير. في محجبات بيتأذوا من نظرة الناس ليهم لأنهم اتحطوا في قالب الملاك، ممنوع يغلطوا، ممنوع يضعفوا، ممنوع يبقوا بشر. وفي نفس الوقت في بنات مش محجبات بيتظلموا كل يوم بسبب افتراضات جاهزة. الموضوع عمره ما كان طرحة ضد شعر، الموضوع عقلية بتدور على تصنيف سريع عشان ترتاح. احنا بنحب نحط ليبل على الناس، دي محترمة، دي لأ، من غير ما نعرف حاجة. طب تعالوا نقلب السؤال، هو كام شاب بيطالب ببنت ملتزمة وهو نفسه مش ملتزم؟ كام واحد عايز واحدة تستر نفسها وهو مش عارف يستر عينه؟ ليه دايما بنطلب الكمال من غيرنا واحنا لسه بنحاول نصلح نفسنا؟ أنا مش بهاجم الحجاب، الحجاب فريضة ومفيش هزار في ده، بس اللي بهاجمه هو إننا نستخدم الفريضة دي كمقياس وحيد للحكم على إنسانة كاملة. الدين مش اختبار مظهر، الدين اختبار نية وسلوك. خليني أكون أوضح، اللي عايز يغلط هيغلط سواء محجبة أو مش محجبة، واللي عايز يحافظ على نفسه هيحافظ على نفسه في أي شكل، لأن الأصل جوه مش بره. وأخطر حاجة في الموضوع إننا بنزرع فكرة في دماغ شباب صغير إن البنت تتقيم بشكلها قبل عقلها، وبنزرع في دماغ بنات إن قيمتهم مربوطة بقطعة قماش بس، مع إن القيمة الحقيقية في الأخلاق، في الطموح، في الاحترام، في التعامل. يمكن البنت اللي انت حكمت عليها في ثانية بتقوم الليل تدعي، ويمكن اللي انت شايفها مثالية بتصارح حاجات انت ما تعرفهاش. احنا ما نعرفش القلوب، وما عندناش حق نوزع سقوق صلاح. عارف امتى الموضوع يبقى خطر بجد؟ لما نصدق اننا صح 100% وان غيرنا غلط 100%. لما نبطل نفكر ونبتدي نكرر كلام سمعناه من غير ما نسأل. مش معنى كلامي ان الشكل ملوش أهمية، لا، ليه أهمية، بس مش هو كل الحكاية. الإنسان مش عنوان بس، الإنسان كتاب كامل، وانت لما تقرأ العنوان وتحكم بتظلم نفسك قبل ما تظلمه. لو بنت قررت تلبس الحجاب ده قرار كبير ومحترم، ولو بنت لسه في رحلتها ده مش مبرر اننا نجلدها كل يوم. الهداية مش سباق، الهداية رحلة. وفي الآخر خليني أسيبك بسؤال صريح، لو ابنك طلع محترم، أمين، بيخاف ربنا، بيعامل الناس كويس، هيفرق معاك كان شعره باين وهو صغير ولا لأ؟ ولا هتفتخر بأخلاقه؟ الفرق الحقيقي مش بين محجبة ومش محجبة، الفرق بين شخص بيبص للناس بعين رحمة وشخص بيبص بعين حكم. لو شايف ان الأخلاق أهم من الشكل قول رأيك، ولو شايف ان الشكل هو الأساس برضو قول رأيك. بس نتفق على حاجة واحدة، احترامنا لبعض هو اللي يحدد احنا مين، مش لبسنا.